مساء الخير. الحقيقة في كل مرة أذكر فيها اسم هذا الشخص المدعو عبد الحميد كشك الذي أطلق عليه لفظ مدشن عصر الغوغائية الدينية أمام أحد. طبعا تبدأ حملات بقى الترحم، رحم الله الشيخ كشك فارس المنابر، هذا الرجل الذي أفنى حياته في خدمة الإسلام والوطن، طبعا مواضيع التابعية اللي احنا عارفينها. فطبعا انا رد فعلي ان انا بنهال بالسب والشتم وكل ما تملكه قريحتي من البذاءة تجاه هذا الرجل، لكراهيتي الشديدة ليه، والكراهية المسببة مش مجرد مثلا ان شكله مش عاجبني او حاجة، لا، كراهية مسببة بالفعل، واني اتهمه ان هو احد اسباب الكارثة التي نعيش فيها، احد كبار المحرضين الذين اوصلونا الى اللحظة التي نعيش فيها اليوم. فطبعا تبدو بقى علامات الاندهاش، ازاي يا راجل، حرام عليك وبتاع الشيخ كشك ده، ايه ده مات وهو بيصلي يا راجل، يعني في ده، يا سلام على الشيخ كشك. فلما ابتدي بقى اجيب الادله، ليه انا بقول على الراجل ده كده، وليه انا بتهمه هو رفقاء تلك الحقبه من المحرضين زي المحلاوي بتاع اسكندريه وبقيه هذه الشله والغزالي والى اخره، واجيب الدليل القاطع امامهم، ما زالوا ينكروه. لا لا لا، انت فهمت غلط، هي نفس القصه، اصل ده فاهم الاسلام غلط، اصل معلش، اصل انت كده بتتأول. فالحقيقه انا زهقت من الموضوع ده. وبعدين الرجل اللي هو لم يشتهر، يعني هذا الشخص اللي بيقدسوه وبيطلقوا عليه فارس المنابر، هو لم يشتهر سوى بالسب. الناس النهارده اللي مستغربه من عبد الله بزر وابو اسلام ووجدي غنيم وكل الحساله البشريه اللي طفحت علينا اليوم دي، الناس دي، لا، انا مش عارف الناس مستغربه ليه. يعني اذا لو الناس دي كانت سمعت كشك ما كانوش ابدا هيستغربوا من الحساله دي، ما دول ابناء هذه القمامه. فمش عارف ليه الناس مستغربه يعني. ايه اللي يدعو للاستغراب؟ ولا كشك ده مثلا، كنت انا تحت بير السلم، لا ده كان نجم وشارة كاسيت وبتاع، وسمعت الشيخ كشك الخطبه الاخيره وكان كده يعني عندما ظهر هذا الشخص. فالحقيقه قررت ان انا حتى اتحلى باكبر قدر من الموضوعيه، وساترك المشاهد طبعا في الاخوه الملحدين دول، دائما سيتحيزون. انا عايز الشخص بقى اللي هو ضارب جلابيه ودقن وقاعد بيتفرج عليا ونفسه يمد ايده جوه الشاشه يخنقني وبتاع، لان انا بحارب الاسلام والمسلمين، وقاعد بس برضه مش عارف بيشاهد مقاطع ليه، تقريبا برضه زي ما بيقول نظريه القط بيحب خناقه. عايزه يهدى ريلاكس جدا، نتكلم بموضوعيه. النهارده انا بتهم هذا الرجل ان هو احد كبار المحرضين الطائفيين في مصر. طبعا في النهايه برضه سنختلف يعني ايه تحريض طائفي. اقول لك هو بعد ما يتم اثبات هذه التهمه على هذا الرجل، هنبتدي بقى لا بس الراجل ما ذكرش الا كل شيء حقيقي وبتاع. فمش عارف انا، المهم ساتركه هو ولا ضميره يحكم. ليه انا بربط بين هذا الشخص وبين ما يحدث اليوم في مصر؟ وليه انا بقول ان كل السفاله اللي بنراها النهارده، يعني القمم القذاره اللي بنشوفها، عبد الله بزر وغنيم وجدي غنيم وابو اسلام والحساله وزباين عاطف عبد الرغيف وديب العلق وكل هذه الحساله، هم نتاج طبيعي لواحد زي كشك. فقررت اول حاجه ان احنا نقيت بعض مقاطعه من التي وضعها مريدي ومحبي كشك، يعني مش ناس مثلا مدلسه عليه ووضع هذه الامور، لا، ده ناس محبين ومريدين وبيفتخروا بهذا. فنشوف نسمع بعض المقاطع دي كده بهدوء مع بعض، وبعدين نتناقش حول هذه الشخصيه، نشوف حكم التاريخ على هذا الرجل. نسمع مع بعض. هنا انا هجيب مقاطع اللي هي تتعلق بما يحدث اليوم، بمساله مش هنجيب بقى سب الفنانين والكتاب ولا اخر، لا، هنجيب ما يتعلق قضيه الاحداث الطائفيه والمسيحيين والقصه الهابطه اللي احنا عايشين فيها بشكل دوري ومستمر. نبتدي نسمع مع بعض كده. مرسي عمر كان اكبر مبشر في الشرق، اكبر منصر. قالوا ما فيش حد اخترته، قال ما فيش غير الطفل الصغير هو التلقين والاب والابن، وما فيش غير راجل عجوز خلفان يعني محتاج فلوس ومش عارف اذا كان متنفض صح ولا لا. قالت لهم شد عينك شويه. قال يا اهل مصر، يا اهل مصر، انا حاكي محاضره في الحي العباسيه، واحضروا عشان تسمعوها.
نعم. بس هل بشرط اللي يحضر المحاضره يكون متعلم ولا مسلم متعلم؟ هتبقى الجماعه اللي ما دربوش في كل خط ما كماش. الناس اللي ليها بقى حل ده جماعه هو 300 واحد. انت كل واحد اللي فيه نصيب ورقه ب 10 ب 10 ب 10 فلوسهم كتيره. فلوسهم كتيرة. وقعد 3 ساعات من 9 ل 12 يقول لهم الاب والابن والروح القدس والاب اب وبتاع. وبعدين قال له لي كوبايه ميه الدنيا حر فاثناء ما بيشرب كوبايه الميه واحد عربالي من اللي قاعدين قال وحدوه. لا اله الا الله. دمه خفيف قوي كان من بعيد. 3 ساعات يا بلاوي. 3 ساعات لا اله الا الله. لا اله الا لا مش الله. عارف بقى يعني العربالي يعملوا وحدوه دي فاهم بقى السيكه والصمت. السيكة والصمت وحدوه. ظريف قوي. المسألة المسألة لا خلاص شكرا كده كشك. نخش بقى على ايه حتة تانية برضو، ايه دي بقى ايه جميلة قوي. ومنهم البابا الذين يتمتعوا على عرش الكنيسة وأنا أهلك في جزله أقول له يا أيها الأنبا ايها الشنودة الانبا الشنودة. انزع فكرة الزعامة من رأسك. فكرة لا الزعامة. تظنن في يوم من الأيام أنك ستكون رئيس دولة. إن كان في ذهنك أن تقيم دولة على أرض مصر تمتد من الإسكندرية يا ولد. إلى أسيوط ويصل بينها خط حديدي. تمتد من الاسكندرية الى اسيوط. شنودة اللي معهوش 8 سندوتش ملوخية هيعمل دولة من اسكندرية لاسيوط بقطر، هيجيبها ويمشي بقى هيجول في هذه الدولة بالقطر. وكشك اللي اكتشف المؤامرة، كشك أعمى البصر والبصيرة اكتشف مؤامرة شنودة وهو بيحذره. طب ماشي شنودة عنده اف 16 وهيعمل الدولة، كشك ماذا يمتلك عشان يمنع شنودة من إقامة تلك الدولة؟ نكمل مع ايه فضيلة الشيخ كشك. فاعلم ان التاريخ لن يحيد نفسه ابدا. اذا كنت تظن اننا بمؤثرات صوتية. مصر فنحن ابناء مصر ولكننا مسلمون. نحن ابناء مصر ولكننا مسلمون. وانا لما سمعنا الهدى امنا به. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. انزع فكرة الزعامة من رأسك. لن تقوم لك دولة على أرض مصر الإسلامية. لن تقوم لك دولة على أرض مصر الإسلامية. لن تقوم لك دولة على أرض مصر الإسلامية. وإذا كنت ستستحيل بأمريكا فنحن سنستحيل بالحي الذي لا يا يموت. واد يا مؤمن. سنستحيل بالحي الذي لا يموت. ده كشك بيخاطب الأنبا شنودة ويحذره من ايه إقامة دولة. هنا بقى نشوف ايه تحت عنوان الشيخ كشك وخوف النصارى من الإخوان المسلمين قبل الثورة. ده هو المقطع ده عنوان المقطع أساسا. تعالوا نسمع مع بعض كده. حرب العالم الإسلام وبعد ذلك لا تحزن. ضرب النصارى وهم مش عارف ايوه. لم شوف حتى واخد بالك من حته النصارى من يوم ما دخل عمرو بن العاص مصر لا يجترئوا وبيفتخر مش عارف ايه الوجه الفخر في هذا يعني ان يرفع راسه امام مسلم. هو يعني تقريبا احساسهم بالنقص والدونيه بيولد لديهم ايه ان ده كده ان العظمه بقى. وبقى نظريتي يقول لك ايه اهل الكتاب او اهل الذمه في حمايتنا او في ذمتنا. قال يعني هو ليه ذمه، هو لسه مش لاقي ياكل والباقي ايه هو مسؤول عن حمايه اخرين. يعني قال يعني الواد كبير بقى ماشي. نكمل أمام الفوق. ولكن الذي حدث واخدين مستني نعيد الحته دي تاني.
ما كان ينبغي للفئران ان ترفع رؤوسها امام الاسود. ما كان ينبغي للفئران أن ترفع رؤوسها أمام الأسود. والفئران دول اللي هم النصارى، والأسود اللي هم المسلمين. نكمل مع بعض. ولكن الذي حدث كان يحتاج المسلمين قبل قيام الثوره يا راجل في 33 ما طبعا، امال انت تم تجنيدك ازاي؟ يا سلام. خوفا من الاخوان المسلمين، هو بيتفاخر يعني واحد بيقول احنا بلطجيه، والناس دي بتعمل كده عشان ايه؟ ما نأذيهاش. وده مصدر للفخر. ونسمع بقى الجمهور بيقول ايه ورا: الله اكبر. نسمع كده. من الاخوان المسلمين. الله اكبر. نشوف فقرة كمان. هنا بقى الفقرة دي مش حقيقة، مش شيخ كشك. هو واحد من المسلمين، من الإخوان المسلمين، كان عضو سابق في الإخوان المسلمين، يتكلم عن نظرة الإخوان المسلمين ل واحد زي كشك، واحد زي الشعراوي. ويوضح لك، لأن دائما هناك إيه لما تتكلم عن إن كشك مثلا مؤيد لفكر الإخوان أو لا عمر كشك ما كان في الإخوان. ما أنا عارف إن ما كانش معاه كارنيه عضوية، وأنا متأكد من هذا. يعني مش دي القضية، أنا ما بتكلمش في دي القضية انتمائه لهذا الإطار الفكري. نشوف الأخ ده بقى بيقول إيه. كان بيتكلم مع إبراهيم عيسى. نشوف المقطع. أيوه هيجي. قصر يابا قصر واشتغل، مفيش وقت. ما ورناش غيركم ولا ايه؟ الوجع الدماغ اللي بيحطوه في الاول: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد هادي النيل كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك. القرف بقى اللي بيحطوه لنا ده في الاول. يابا خلص. يا لهوي، ده العيال دي مملة بشكل. النقطة الثانية الأفكار بقى العقيمة. أيوة. يعني على سبيل المثال مصطلح زي السائبي. في مصطلح داخل الجماعة اسمه السائبي. السائبين دول مين؟ الشيخ الشعراوي، الشيخ كشك، الشيخ مش عارف شبكة كده نظافة الجماعة الخارج. لا الشيوخ لهم تأثير جماهيري قوي، بس يقول لك دول بيغلوا المية ويسيبوها تبرد. بيغلوا المية وبيسيبوها تبرد. ده المقدمة عتبة ازاي يتم تجنيدك في الجامعات دي. الاول كشك يسخنك وبتاع، هو الشعراوي والقرضاوي والغزالي، ويعمل لك عمليه احماء كده. بعد كده تخش بقى على الاخوان بقى، تقابل بقى في عمر التلمساني بقى، وبعدين تخش في بعد تاخد بكالوريوسك وتتكل على الله بقى جماعه اسلاميه جهاد قاعده تكمل الدراسات العليا بتاعتك. نكمل نشوف المقطع. الجماعه اللي يعني ده كان السؤال واحنا في الافتراض، يقول لك انت ربنا هداك انت. اساسا هو مش الجماعه جوه الجماعه، مش الجماعه، بيقول لك الدعوه. طريق الدعوه. فده اللي هيودي لايه؟ الجنه. من خلع رفقه الاسلام يعني من خلع رفقه الاسلام يعني ميتة الجاهليه. يعني هو البيعه والسمع والطاعه واسمعوا واطيعوا والامور عليكم عبد حبشيك، او يعني بقى احاديث السمع والطاعه والاماره والبتاع كلها تتحط على مسؤولك في الجماعه الداخلي. فالشيخ الشعراوي والشيخ الشلتوت اللي هم والشيخ كشك والناس دي دول السائبين. اي فرد في الجماعه افضل من دول السائبين، لان انت في الجماعه اللي هتعمل الخلافه الاسلاميه، اللي هتعمل بس كشك هو اللي بيجيب لك الزباين. فالشيخ الشعراوي والشيخ كشك اصحى للون. السائبين.
مش انا وانت. الذئبين بس بيجيبوا لكم احنا الذئبين. كفار قريش دي، لا يعني كل الحاجات كفار قريش احنا. مش ابو سفيان يعني، محدش يحلم من ابو سفيان. هنا بقى ده برضه مقطع لقيت انه من الاهم بمكان عشان مساله الجدل بقى وانتماءات كشك. طبعا ايه هتلاقوا في كشك عامل مقطع عن سيد قطب اغتيال او اعدام هذا المأفون اللي اسمه سيد قطب، وعامل ايضا مقطع عن اغتيال الكلب الاجرب حسن سبانخ. هنا بقى كشك في عزاء فعلا عمر التلمساني بيتكلم عن وفاة عمر التلمساني. والفناء مكتوب على جميع الخلق. ايوه. وانا اذا ما تحدثت عن الموت فما انا الا كذبابة تحاول ان تحجب بجناحيها ضوء الشمس او نور القمر، ولكن لنا في رسول الله اسوة حسنة. ان الراحل الكريم يرحم الله جهاده، الراحل الكريم عمر ويرحم التلمساني، الله كفاحه، ويرحم الله صبره. رجل ظل في السجون 17 عاما ما لانت له قناه، من حنى الا لله، ما ركع الا لمولاه، ما سند الا لواحد القهار. يا عمر يا عمر من هادئا بجوار الحق سبحانه، نم هادئا بجوار الحق سبحانه. انما هو الحق مثلا كان عمر كان بينام مع الحق اللي هو الله، وبينام معاه بيمارس الجنس معاه مثلا. المهم ده الشيخ كشك نبذة بسيطة بعض مقاطع التحريض الطائفي. قبل بقى ما نناقش القضية وان حتى تكتمل الصورة، يعني عشان ايه الامر ما يبقاش ان انا بدلس على حد او ان انا بدعي على اشياء ما حصلتش. هنا بقى جبت مقطع للغزالي، هو مش بصوت الغزالي الحقيقة. هو تقريبا المقطع ده واحد بيتكلم اعتمادا على كتاب الغزالي بتاع قذائف الحق، وغالبا اللي بيتكلم ده اللي هو المدعو وسام، الداعية وسام. الداعية وسام ده احد الناس اللي اشتهروا في السنوات الاخيرة على البالتوك واليوتيوب والاونطه دي كلها. لا مش واللي هو صاحب الفضيحه مع ايه الداعية سندباد، اللي هو صاحب اشهر شخره في تاريخ اليوتيوب. وبعد كده صاحبها الشخره التانيه بتاعت اللي كانت قدام مكتب الارشاد، الواد اللي كان قدام مكتب الارشاد ده برضه، بس طبعا شخره الداعية السندباد ما حدش يقدر ينافسها. فهذا الداعية برضه وسام في نفس الحلقه اللي هو ايه قال ايه العلم اللي اكتشفوه حديثا في الشرق الاوسط مقارنه الاديان، طبعا بقياده الجنرال ابو الاسلام من خلال مركز عامل له مركز مش عارف كان اسمه مركز اسمه مضحك يعني. كان ايه ما هو عامل مثلا برنامج اسمه حوار مش عارف حوار الحضارات ولا حوار الاديان، ثقافه الحوار. عامل ابو اسلام عامل يعني مومس، وعامله مثلا ايه ندوات عن الشرف. فهي بالظبط كده ابو اسلام عامل محاضرات عن ايه ثقافه الحوار. فبالظبط بقى وسام بقى دخل في ايه في اكاديميه التنوير، باين اسمها اكاديميه التنوير ولا اكاديميه حاجه كده. بيتكلم بقى بيستند على كتاب قذائف الحق ده في الحوار الاديان اللي هو عامله. فنسمع الداعيه وسام العظيم ده بيقول ايه، اللي هو والمقطع نفسه في على اليوتيوب تحت عنوان الشيخ الغزالي يكشف مخطط شنودة لتحرير مصر. نسمع بقى. تحريم تحديد الناس التنظيم بين شعب التونسي، تشجيع تحديد الناس وتنظيم بين المسلمين، تشجيع تحديد الناس وتنظيم بين المسلمين. هنا عندنا البادة سويدة، البادة سويدة تشجيع تحديد الناس وتنظيم لما بين قوتين وما بين قوتين وما بين قوتين. وخاصة لما يكتب الحجة السنية من الأطباء القائمين على الخدمات الصحية من شعب التونسي، أي معظم الدكاترة المسلمين فيجب أن يتدخلوا في منع تحديد الناس المسلمين. ثلاثة تشجيع الإرسال من شعبنا، وهذا
حوادث المساعدات الدين المهمة والأسر الثقيلة من شأنها. كلام سويد. 4. التوجيه على العاملين بالخدمات الصحية على المستويين. الحكومة وغير الحكومة كوضعات الخدمات الصحية وشعبها وحزب الهيئة والزاد والوطنية، وذلك من شأن تقرير مثل الولايات بين الشعبات ووظيفة كل شخص الظالم المجتمع لازم تكون ايه؟ على ان نفعل عكس ذلك مع المسلمين. على ان نفعل عكس ذلك مع المسلمين. يعني هو شنودة في مؤامرته العجيبه دي اللي هو بقى ايه، هيوفر الرعايه الصحيه لشعبه، مش عارف عن طريق ايه بس هيوفرها. وبعدين بقى على ان نفعل برضه شنودة ولا ايه، على ان نفعل عكس ذلك مع المسلمين. يعني شنودة هيقتل المسلمين. ده اللي مكتوب في كتاب الغزالي بتاع قذائف الحرب. على ان نفعل عكس ذلك مع المسلمين. وقت الفتنه والكلام الكلام مدير الشيء. 5. تشجيع الزياده المرتب وتحقيق تكاليف، وذلك بتحقيق روتين سبع الكلام ويكون الاقاليم بكلام الاحياء الشعبيه. 6. تحريم الكنيسه تحريم كامل على اصحاب العملاء والمساجد والمسلمين. تأديب الممثل او شخص او محل تجاري من مسلمين. تمام. في الفتنه شنودة. كمان في الفتنه شنودة كانوا شنودة بيقولوا تحريم الكنيسه تحريم ده على اصحاب العملاء والمساجد والمسلمين. تأديب الممثل او شخص. ما في يعني ايه المقطع مستفز فايه. هحط الرابط بتاعه يعني في الايه تحت وانا بعمل ابلودنج للمقطع. بس ده سمعنا كشك وهو يحذر شنودة. لا لا، عايزين ايه؟ هو اشمعنى الغزالي اللي هو داعية وسام بيقتبس من كتابه العظيم قذائف الحق؟ عايزين بقى ايه؟ نبقى موضوعين شويه. يا عزيزي يا اللي لابس جلابيه ودقن وقعدت تتفرج عليا ونفسك تمد ايدك في شاشه الكمبيوتر تقتلني. دلوقتي عايزين نكون عقلانيين زي ما قلنا وموضوعيين. عندنا راجل نتخيل مع بعض كده قليلا، راجل محدود الثقافه والتعليم والفكر، بواب، بقال، سباك، سمكري سيارات، حتى مثلا في ده مع الناس معاها دكتوراهات وبرضه محدوده العقل والفكر والثقافه والتعليم. ده الواقع المؤلم اللي بنعيش فيه. فتخيل انت شخص كهذا راح يوم الجمعة بيسمع خطبة الشيخ. طبعا الاشخاص اللي بهذا الشكل سهل جدا الايحاء ليهم والتأثير عليهم وتسخينهم واشعال عواطفهم ومشاعرهم و لاخر هذا الكلام. وهذا امر يعني ايه، لا يحتاج الى جدل كثير على ما اعتقد ان احنا نتناقش حوله. لما انا يبقى هذا الراجل بقى ورفقائه من محدود الفكر والثقافة والتعليم قاعدين بقى في الجامع بيسمعوا هذه الخطب الجميلة، تتخيل انت مشاعره الشخصية تجاه الشخص المسيحي اللي هو بقى جاره مثلا، زميله في الشغل، المدرسة، الدراسة، السكن، واتيفر. مشاعره هتكون ايه ناحية هذا الشخص؟ لا اعتقد ان بالمرة انها ستكون مشاعر ايجابية. بالتأكيد ستكون مشاعر سلبية. واعتقد يا عزيزي السلفي الذي تشاهدني الان ونفسك تمد ايدك في شاشة الكمبيوتر وتطبق في زمارة رقبتي، بس للأسف مش هتقدر، ان هذا شيء لا يختلف عليه اثنان يعني. طيب لو حصلت بقى مشكلة بين هذا الشخص بعد كده، الصدف يعني حصلت مشكلة، مثلا عربيات خبطت في بعض، واحدة نشرت غسيل، اتخانقوا لأي سبب تافه من اللي كل يوم بنسمع عنهم دول ومسكوا في بعض. هل دي هتكون خناقة بين شخصين على شيء مثلا روتيني في الحياة زي ما بيحصل مثلا الناس بتتخانق وخلاص والقصة دي، ولا ايه اللي هيحصل؟ لا طبعا، لأن ده هيبقى مسيح، ده الايه المتآمر تبع شنودة اللي بيخطط ويدبر لإقامة دولة في مصر. طبعا ايه الشحن ده كله موجود حتى في الوعي وفي اللاوعي وفي فوق الوعي وفي تحت الوعي. فايه اللي يحصل؟ تتحول مشكلة عابرة عادية جدا بتحصل بين كل الناس، تتحول الى صراع ديني وصراع طائفي. يا مسيحي يا ابن دين الكلب، يا صليب الكلب، يا 4 ريشة، يا الجهاد يا رجال، وايه نتفضح ونبقى على ايه صفحات الجرائد والمجلات العالمية يوميا. هل السيناريو اللي انا بقوله ده فيه اي شيء غريب؟ او مثلا انا متجني في شيء على هذا؟ طيب هل تعتقد، طبعا ما هو المشكلة بدأت منين؟ المشكلة بدأ من ان هو مثلا هتيجي تقول له ايه، يعني مثلا الشنودة عمل المؤامرة العظيمة الضخمة دي كلها،
وامن الدوله بقى والمخابرات العامه والمخابرات الحربيه والكل اجهزه والامن القومي وكل الافلام الهابطه دي كلها، اللي هو مثلا ايه قاعده كده اللي هو ده شنودة عامل مغامره وبتاع، ربنا يوفقه وبتاع. انت يعني معتقد طبعا هو يقول لك ايه، لما الدوله اساسا متآمره على الاسلام، ودي بقى اللي ايه المضحك في الامر. لا اللي يعني يعني ايه، الاجهزه دي كلها شغاله، فشنودة ما بيعملش اي حاجه من الحاجات دي، لان يعني حتى لو هو عايز يعمل الحاجات دي ما بيعملهاش لانه عارف ان الاجهزه دي شغاله. يعني اللي هو لو فسه مثلا شنودة فسه، ففي تقرير بينزل في امن ده شنودة فسه في تمام الساعه 9 و10 دقائق. فيعني الدولة سابته كده بيخطط لإقامة دولة أخرى داخل الدولة، والدولة سايباه ما فيش مشكلة وبتاع. ربنا يوفقه ده شنو ده، بس شنو ده عنده مؤامرة بسيطة هنا وبتاع. بس طبعا هتقول له يقول لك الدولة ما الدولة متآمرة مع شنو ده كارثة تانية دي. المهم نرجع لمرجوعنا. فهل تعتقد ان لما بعد كل هذا الشحن، انا جبت لك بس عينات بسيطة كشك، هذا فارس المنابر، هذا اللي انتوا عارفين بيه تعتبروه يعني الداعية الكبير، ادي امثلة علنا امام الناس. وبعدين في حاجة في الخطاب العام، يعني انا واحد من الناس مثلا بالفعل لا اكن اي ود للمسيحية كعقيدة، لكن انا لو قعدت اشتم وطلعت وسط ناس زي دي، ما هو ده العقل بقى هنا تختلف الايه الخطاب العام. اه ممكن اقعد اشتم في المسيحية واهرج وسط ناس مسيحيين، بس مسيحيين بيفهموا، لان مش عارف مش هتحصل مشكله بعد ما اهرج واشتم واقل ادبي. الناس دي عاقله مش هتطلع تولع في حاجه وهتطلع تقتل حد ولا اي قصص من دي. انما لما اجي وسط ناس جاهله واعمل بقى العمله ديت واشتم في المسيحيه والمسيح ده ابن دين وسخه ابن احبه واقل ادبي، النتيجه هتكون ان دول ايه، الموضوع ده ممكن يسخنهم ويعملوا مصايب بقى، حرق على سيارات، يهجموا على محل، يعملوا مصيبه. فانا تفاديا لحاجه زي كده، احد الاسباب بالفعل اللي تخليني اساسا ما بتكلمش على المسيحيه، ما اجيش جنبها كده غير عابرا، وسبب بس عشان ايه، كل ما هتكلم على الاسلام يقول لك وها هو المسيحي القذر الصليبي النجس وبتاع، اعمل لك الفيلم دوت وبتاع. يا عم فاكرني يعني مؤمن بالمسيح، والله يحرق دين المسيح يا سيدي عشان تهدى. لكن انا طب هشتم ايه اللي هيحصل؟ الناس تسخن، والناس دي مش احنا مش قاعدين في سويسرا، الناس دي بهايم وكلنا عارفين انهم بهايم. فانا لما اقعد اسخن فيهم وكذا كذا كذا تحصل مصيبه في الشارع. فتفاديا لهذا، انا واحد من الناس اللي انا كافر وبتقال عليا ان انا غير اخلاق بتاعت، فعلا تفاديا لشيء كهذا بتجنب الحديث عن هذه الديانه عشان ايه ما ولعش الدنيا اكتر. فاليس من المفترض يعني ان اللي هو بقى فارس المنابر وزملائه من الدعاء ان يكون عندهم بعض، مش بطالب بكثير من العقل ولا حاجه، بعض بس شويه صغيرين، ما بطالبش منهم انهم يبقوا علماء الصواريخ يعني، يكون فاهم ان اللي قاعدين قدامه دول في الجامع شويه بهايم، فيفهم هذا المعنى ويفهم ان اي حاجه سلبيه تقال على اي جماعه من البشر ستترجم الى فعل في الشارع. فهو سعادته يفهم هذا الوضع. بالتالي اي واحد يخطب خطاب عام لازم يكون عنده الادراك ده. هديكم مثال بسيط جدا بس، بتاع بوش والحرب الصليبيه والاونطه اللي انتوا عاملين تتاجروا بيها دي. بوش ده مثلا طلع قال على الاسلام وكان شيء نكته القرن يعني، هيز ريليجن اسلام از ريليجن اوف بيس. طبعا الاسلام ملوش اي علاقه بالبيس، ولا يعرفه ولا عمره شافه، لكن هو كرجل سياسي وبيوجه خطاب عام لازم يقول كده. امال هيطلع يقول لك مثلا رئيس دوله يطلع يقول لك الاسلام ده ابن دين وسخ الله يحرق دين اليوم اللي شفناه فيه؟ لا طبعا السياسي ما بيقولش كده، ما فيش سياسي هيعمل عامله دي، ده اللي بيعمل كده بقى هتلر والحاجات دي. انما في الاوضاع العاديه الناس العاقله يعني عشان ما يحصلش عمليه تحريض وتسخين وبتاع والعمليات تكبر وبتاع، فالسياسي المفترض العاقل فاهم وبيوجه خطابه لمين، فايه ده حتى مهما كان يحمل من مشاعر سلبيه بتاع بيحاول ان خطابه يكون خطاب تهدئه. فتجد واحد زي بوش بيقول لك على الاسلام ريليجن اوف بيس، هو يعني ايه اللي هو بتاع برضه بوش بتاع الحرب الصليبيه وبتاع. فالمعروف ان اللي بيوجه خطاب عام يعني ايه، زي انتوا بتقولوا كده خاطب الناس على قدر عقولهم، وانتوا اساسا الناس اللي قاعده في الخطب تسمع الخطب دي ما عندهاش عقل خالص بالمره يعني. فاي حاجه سلبيه في الاخر ستترجم في الشارع لاعمال عنف. اللي احنا سمعناه من كشك، هذا اللي سمعناه من كشك ده والغزالي والمؤامرات والى اخره،
الا يمكن ان يترجم هذا؟ الا يعني صعب رؤيه ان ممكن الكلام اللي هو بيقوله ده والتحريض وشنوده واقامه دوله، وبيقولوا عايز يقتل يعني يعقم نساء المسلمين ويدمر صحتهم والى اخره، الا يعني هذا ان ده هيترجم لاعمال عنف بعد كده في الشارع؟ الا يتحمل هؤلاء مسؤوليه التحريض الطائفي الذي قاموا به بامانه وصدق؟ يعني مثلا لو مسيحي وقف وقال نفس اقلب بقى الكلام كله، يعني مثلا ايه المؤامره، تخيل انت مثلا لقيت خطبه المؤامره التي قام بها شيخ الازهر، عايزين ان احنا نقضي على نسل المسيحيين ونعقم نسائهم وندمر صحتهم ولا نشتري او نبيع منهم ونحاصرهم اقتصاديا وبتاع. لو هو شيخ الازهر اللي قال كده هذا الكلام وواحد مسيحي سمعه، هيفهم ده تحريض عليه، بيحرض عليه. يعني فاهم موضوع انك تعكس الحاجه وتحط نفسك في موقف الاخر عشان تفهم القضيه، ده بحاول مني عشان تفهم. للاسف الشديد يعني اللي انا دايما احاول اشرح البديهيات، للاسف الشديد يعني. فهل في اللي انا قلته ده في اي تجني مني على الرجل اللي انتم تسموه فارس المنابر وهذا الشيخ العظيم والى اخره؟ هل هذا الرجل اساسا عنده دم واخلاق وتربيه؟ الاتنين دول كشك والغزالي دول عندهم اي ضمير؟ كل من سقط بقى بعد كده في هذه المهازل اللي بتحصل، وللاسف الشديد هؤلاء لا اصلا سمعته الا الكلاب بالفعل، يتحملوا مسؤوليه كل كارثه حصلت في مصر بعد ذلك بسبب هذه التحريض العلني. ولو للاسف الشديد برضه في هذا الامر لو كان في دوله محترمه كانت هي بس خطبه واحده من دول كافيه تماما ان يلقى في السجن مدى الحياه ونتخلص منه. وبالمناسبه بقى، بمناسبه فارس المنابر، يعني فارس المنابر بعد ما اتمسك في 81 ايام اعتقالات السادات وخرج من السجن، فارس المنابر بدأ يفسر القرآن. قال لك هو نشوف لنا حاجة تانية نعملها، بقى ايه في عوائل اليومين دول امن الدولة بيلم وبتاع، نفسر القرآن بقى فين؟ بقى فارس المنابر. فارس المنابر راح فسر القرآن في جريدة اللواء الإسلامي الصادرة عن الحزب الوطني الديمقراطي بقيادة الرئيس محمد حسني مبارك. ده فارس المنابر. الثاني الداعية الإسلامي الكبير مجدد الإسلام في القرن ال19، لما حسني مبارك راح اتضرب في اثيوبيا بقى وطلع له هو والشعراوي بقى بيطمنوا على سلامة الرئيس، ها طلع بقى والشعراوي عمل له البوقين بتاع اذا كنت قدرنا فنحن مش عارف ايه، وهو عمل بقى هيقع بقى، والحركتين الاونطه اللي عملهم دول. ده الشعراوي برضه الامام بتاع ايه راح للطاغوت. والغزالي كان في ديله برضه وقال له بقين لحسني مبارك، يعني اللي هو ايه يا سياده الرئيس وبتاع ومش عارف ايه. دول الايه علماء الاسلام. دول المجاهدين الكبار، كشك والغزالي ومعاه مش الاخ طبعا الشعراوي ليه بلاوي برضه في التحريض الطائفي. فهل انا عندما اذكر دائما كشك والغزالي هل انا متجني؟ هل انا ادعيت شيء على هؤلاء لم يحدث؟ بالصوت عندك تقدر تدور على مقاطع اليوتيوب متاح للجميع. مش لا يعني اذا كنت شاكك ان انا مثلا مدلس ووضع اشياء على السنتهم لم يقولوها او شيء من هذا القبيل، عندك اليوتيوب تقدر تتفضل وتقدر ترد علينا وتقول لنا ايه رايك في اللي انا قلته. برضه تطلع على كاميرا بربع جميله كده زي اللي انا جايبها دي، وتطلع تهرتل في قدام الكمبيوتر تقول لنا ردك على هذا الكلام. بس ده اللي انا عايزه من سعادتك، وسنستكمل الحوار فيما بعد ما ايه احاول ايه تجيني بقى ردودكم كده وبعدين بقى يعني بصوا بصراحة انتوا يعني ايه ضربتوا النمرة الغلط معايا. يعني هتشتم هيقل لي ادبي اكتر، تهديدات قتل ما بقالي سنتين، طب ما قتلتونيش ليه؟ ما هو لان خايبين اساسا ولا لما تقعد تهدد بالقتل يعني وما تعملش ما تقتلش يعني اولا بتظهر انك انت اساسا عاقل اهطل وعبيط وبتهرتل، وبعدين انت كده بتستفزني اكتر، هزود الجرعه اكتر. يعني انت ما بتعالجش الموقف. اهدى مش لن يجدي شيء تقعد تهدد بقى وهقتلك ايها الملعون والحاجات العبيطه اللي بتعملها، الرسائل اللي بتبعتوها دي عبط وبتسخني اكتر.
وهتخليني اعمل مقاطع اكتر. فاهدى واركز احسن. انا هعمله بس لما افضلكم بس ناوي، لان انا يعني ايه، بتصلني رسائل عجيبه، بس اطرف رساله وصلتني الحقيقه يعني، طبعا التهديدات العبثيه وبتاع، اللي هي بقت ايه، ان انا طلعت الناس في الحلم. يعني واحد سلفي نايم هو بقى بيبعت لي الرساله ان انا طلعت له في الحلم. وده شيء يعني بقى قعدت افكر ان انا طالع في الحلم الواحد. يعني وبقى بس هو بقى ايه الحلم، ان انا ايه النهايه السوداء، يعني هو بنبوءه ليه النهايه السوداء اللي انا سأنتهي ليها. بس فكره جميله انك تطلع يعني وصلت اخترقت الوعي بتاعه، بقيت كمان طلعت له في اللاوعي. بعد كده هتفتحوا البوتاجاز حنفية الميه هتلاقيهم نزل له منكم، فاهدوا عشان ما تسخنش انا اكتر. ركزوا كده وعقلوا عشان ايه يعني الامور نعرف نصل لنتيجه مع بعض يعني. ماشي، هخش اتخمد، وتاني يوم في احتمال كبير هتشوفوا وش تاني. يعني ده الغالب، مفيش حاجه اعملها بكره، فاحتمال كبير ان انا اطلع دي بكره. يلا، تصبحوا على خير، سلام.